زيت ولا سمنة؟ طيب زيت زيتون ولا زيت ذرة؟ احترتي في اختيار الدهون؟ النهارده هقولك ايه افضل دهون للطبخ والاكل. انا الدكتورة ساندي العسال وده ABC تغذية. هذا الفيديو برعاية إليت للترجمة، وكالة ترجمة معتمدة بالمملكة. خلينا نتفق الأول إن كل أنواع الدهون سواء صحية أو مضرة لو أكلنا منها كمية كبيرة هتزودنا في الوزن وهتسبب لنا سمنة، والسمنة هي اللي هتسبب لنا مشاكل القلب والأوعية الدموية. ونتفق كمان إن مفيش نوع من الدهون هو كله دهون مشبعة ولا أحادية ولا أوميجا. كل نوع منهم هو خليط ولكن بنسب مختلفة. خلينا نبدأ بالدهون المشبعة، ودي اللي موجودة في دهون اللحوم ومنتجات الألبان والزبدة والسمنة البلدي وزيت جوز الهند. والدهون دي بتزود الكوليسترول الضار ال LDL، بتزود كمان الكوليسترول النافع ال HDL، فتأثيرها على القلب كأنه ولا بيفيد ولا بيضر. وأكبر دليل إن زمان كان الناس بتاكل الدهون المشبعة ومش بتسبب لهم مشاكل في القلب. وكمان انتشر في الفترة الأخيرة زيت جوز الهند إنه من الزيوت الصحية وبيشجعوا على استخدامه، وهو يعتبر من الدهون المشبعة وأكترها تشبع أكتر كمان من الزبدة الحيوانية. فالمفروض إننا ما نخافش من الزبدة والسمنة البلدي، بس نستخدمها بكميات قليلة لأن سعراتها عالية. فالجرام الواحد من الدهون بيدينا 9 كالوري، يعني معلقة الشاي الصغيرة من الزيت أو من السمنة بتدينا 45 كالوري. تاني حاجة الدهون الغير مشبعة، ودي إما دهون أحادية مونو unsaturated أو دهون متعددة بولي unsaturated. أول حاجة الدهون الأحادية، دي زي زيت الزيتون أو الفول السوداني أو زبدة الفول السوداني أو زيت الكانولا. النوع ده من الدهون بيزود الكوليسترول النافع وبيقلل الكوليسترول الضار، لكن برضو المفروض نستخدمه بكميات قليلة في حدود معلقة كبيرة لمعلقتين كبار في اليوم عشان بس ما نزيدش في الوزن. أما الدهون المتعددة الغير مشبعة زي الأوميجا 6 والأوميجا 3، الأوميجا 6 دي اللي موجودة في زيت الذرة وزيت دوار الشمس. الأوميجا 6 دي المفروض إنها بتقلل الكوليسترول الضار وبتزود الكوليسترول النافع برضو، لكن مشكلتها إننا لو استخدمناها بكثرة هتزود الالتهابات في الجسم، فدي اللي بيتخاف منها، بس نستخدمها بكميات قليلة جدا. وأفضل نوع على الإطلاق هو الأوميجا 3، وده اللي موجود في زيت بذور الكتان اللي هو الزيت الحار وبذور الشيا وبذور الكتان ودهون الأسماك. والأوميجا 3 زي ما كلنا عارفين بتقلل الالتهابات في الجسم وتحسن الذاكرة والتركيز وتقلل الدهون الضارة وتحافظ على صحة القلب. طيب فاضل الدهون المضرة على الإطلاق اللي المفروض إن احنا ما نقرب لهاش أبدا، هي الدهون المهدرجة أو الترانس فات أو الدهون المتحولة، ودي اللي بتكون في المقليات والحلويات والبسكويتات والكيكات، الكوكيز والدونتس. فقبل ما ناكل أي حاجة في كيس أو في علبة نتأكد إن ما فيهاش ترانس فات أو دهون متحولة. والدهون المتحولة دي هي اللي بتقلل الكوليسترول الجيد وتزود الكوليسترول الضار، بتزود الالتهابات في الجسم وطبعا هتضر القلب والأوعية الدموية. برضو معرفناش هنطبخ بإيه، فأنا لو هختار أطبخ بإيه هطبخ بزبدة أو بسمنة بلدي كمية صغيرة، واستخدم زيت الزيتون على البارد على الفول أو السلطة أو اللبنة أو الجبن. بالرغم ان زيت الزيتون برضو ينفع مناسب للطبخ، لكن يفضل اننا نطبخ بيه في درجة حرارة اقل من 200 درجة مئوية. وافضل حاجة اننا ننوع بين كل انواع الدهون لاننا محتاجين كل الانواع، يعني حتى الاوميجا 6 اللي بقول انها ممكن تسبب لنا التهابات في الجسم برضو احنا محتاجينها ولكن بكمية قليلة. فما ينفعش اني اعتمد على نوع واحد من الدهون واسيب الباقي، لكن الاصح اني أنوع بينهم وآخد فايدة كل واحد منهم وأقلل ضررهم. لو استفدت من الفيديو بليز لايك وشير، ولو عندكم أي أسئلة اكتبوا لي في التعليقات.